عسلامة ومرحبا بكم في قناتي قناة برد. اليوم مع فطومة. اليوم ان شاء الله بقدر ربي باش نعمل مع بعضنا بيتزا دياري. نشوفوا مع بعضنا المقادير. هنا حطيت 500 غرام فرينة و100 غرام سميد ارطب الفينو هدايا، 200 مليلتر حليب دافي، 100 مليلتر زيت، كعبة يogurt ناتوريل طبيعي، بيضة، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة صغيرة ملح، واش ناخدو رشة زعتر، لهنا باكو خميرة 10 جرامات. نخلطوا السميد والفرينة مع بعضهم. بسم الله. بالطبيعة انا مغربلتهم البنات ونزيدو نهويوهم هكايا بالفوي. نضيف الملح باش نحط المقادير الكل مع بعضها. نحط السكر، نضيف عليه 10 جرامات خميرة، ناخذ رشة زعتر. الزعتر هذاك يبنن ويفوح على الاخر العجينة البنات. نخلط المكونات الجاف هذوما الكل مع بعضهم. نضيف توا البيضة، ركبها هكايا شويه بصوت، نعاونوها هكايا باش تتحل لنا في العجينه. بسم الله. ونضيف الكعبه يogurt طبيعي وال100 مليلتر زيت. قلنا 200 مليلتر حليب، نضيفوه بالتدريج الحليب. نحط الساعه كميه بسيطه من الاول. نخلط المكونات الكل الساعه مع بعضها ونلم العجينه، نتحصل على عجينه طريه وما تتلصقش في اليدين. تلمت معايا العجينه، كملتهم 200 مليلتر حليب كليكا. لمت العجينه باش تحصلت عليها، تحصلت على القوام هذايا، عجينه طريه ما تتلصقش في اليدين كما شفتوها. عركتها البنات 10 دقائق على الرخامه باش تحصلت على القوام هذايا. رش شويه فرينه في القاع نتاع الدايره، نزيد نرش شويه اخرى فرينه من فوق، ونغطيها هكا ببابير ونحطها بلاصه دافيه لنضاف الحجم نتاعها. ناخذ تو نحضر صوص بيتزا. بسم الله. لهنا خديت معون باش نطيب فيه، حطيت فيه شويه زيت زيتونه. لهنا قطعت بصله جويده، فصين ثوم، لهنا قطعت 3 كعبات طماطم جويدات. نضيف عليهم مغرفه صغيره ملح وشويه زعتر وشويه فلفل اكحل، ونزيد زوز مغارف نتاع هاك طماطم كونسونطري، ونضيف عليها شويه مي، ونخلط هذه كلها كيكه مع بعضها، ونحطها على الغاز، نقص فيها على الاخر ونخليها تطيب سله سله. هكا انا الصوص بيتزا نتاعي نعملها. نحطها توا على الغاز تتقلى، زدتها شويه اخر مي، هذا هو المي اللي شدي فيها الصوص بيتزا. خليها لين تتقلى بالباهي على نار هاديه، ونغطاها بس ما تبقاش تطشلي على الغاز، وبعد نطفي عليها. عجينتنا تضاعف الحجم نتاعها، نحيو منها الهوي. بسم الله. ناخذ منها جزء وذا البقيه نغلفوه بالميضه، نخليوش في الهوي باش العجينه ما تعملناش قشر. نرش شويه فرينه على سطح العمل، نحل العجينه نتاعي على شكل مستطيل، نزيد نرش شويه من فوق. بالشكل هذايا. نرولي توا العجينه على القلقال ونجيب البلاطو تاعي. نجيب بلاطو غلفته شويه كيف بابي كويسون، خاطر البلاطو نتاعي يشد، ونحط العجينه. بسم الله. بالشكل هذايا، ونحلها على كل البلاطو كله. حاول كان فما زايد نجم نقصو مش مشكله. نجيب صوص بيتزا اللي حضرناه مع بعضنا. شوف التكتير نتاعها، خليتها لين نشحت من المي نتاعها وخليتها دوبك شويه مرخوف. بسم الله. نحط صوص بيتزا بالشكل هذايا. ناخذ اي جبن متوفر عندك نرشوا على هيك جبن. نضيفوا شويه فلفل مقطع رنديلات، يزيدها بنه على بنه، وندخلها الفرن مسخن على 200 درجه نص طياب، وما نخرجها. خرجتها من الفرن خليتها 5 دقائق. توا نحطوا لها التن. بسم الله.
شخشخه هكاكا بالدن. ونزيدوها الزيتون مقطع كي رونديلات. هنا عندي جبن موتزاريلا شو نحطه من فوق، ما بدش نحطه من الاول، حبيته كي من فوق بس بدي يذوب لنا. نرجع هذه توا الفور 5 دقائق ونخرجها. البيتزا متاعي صايي خرجتها، شوفوا كيفاش الجبن ذاب ما شاء الله. هنا حال من البلاتو، شوفوا ما شاء الله كيفاش الجبن ذاب في وسطها. نقصو تو. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة البنات ودكم ولا نشهيكم بالحق. بيتزا هي بيتزا، هي شي يعمل كيف بصراحة. البيتزا بتاعنا صايي ما شاء الله، قصيتها كما شفتوا. شوفوا التكستير متاعها طرية تعمل كيف، وهشوشة، والعجينة طرية تعمل كيف. بصراحة البنات نودكم ولا نشهيكم جربوها بالطريقة دي. العجينة هذه بصراحة نشجعكم عليها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش البنات في اللايك وفي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش في كل مرة كنهبط لكم رسالة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون تبع جديدي. وتوا بقى لي كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.